الكلاب بقى محتاجه تربيه وتعليم يعني. كوبايه شاي عشان انا قلت لك اللي هيحصل عشان سندوتشات الكبده والحاجات دي انا عارف. هو انا ليه بربي كلب؟ ولا انت ليه بتربي كلب؟ ولا انت ليه بتربي كلب؟ معلش يعني السؤال ده لازم يتسال. اهلا بيكم في برنامج دوج بلوج مع كابتن زياد رحال، ويلا بينا نبدا الحلقه. سؤال: انا بربي كلب ليه؟ يعني عندك مثلا واحد بيربي عشان نفسيه، واحد بيربي عشان تجاره وفنيه، واحد بيربي عشان هو هاوي وبيحب ده. عندنا واحد صاحبنا مثلا كان مربي بقرتين لسه كنا رايحين لهم من قريب وما كانش عارف يربيهم ولا يتحكم فيهم يعني رضوان احنا رحنا رضوان لقينا بقرتين، فهمتني؟ وفي الاخر لا ولا عارف يربي ولا عارف يعمل. فمهم جدا تبقى عارف ان شخصيه كلب تكون كويسه عشان تعرف تجيبها، فتجيب شخصيه كلب تليق مع شخصيتهم. عشان كده دايما بقول لك ان انت النوع يبقى جايب نوع يناسبك وشخصيه كمان تناسبك. في نهايه الحلقه دي انا عايز اقول لك ان الكلب مهم جدا تبقى عارف النوع والشخصيه عشان تعرف تجيبه للنوع الحاجه المناسبه اللي انت محتاجه فيها. يعني ما تروحش تجيب كلب مثلا شواوا او تجيب لي كلب تشاو تشاو وتقول لي ان ده كلب حراسه، عشان ساعتها لو حرامي دخل عليك الحرامي هيموت من الضحك مش هيموت من الرعب. فانت لازم تجيب حاجه تناسب اللي انت هتعمله. ومهم جدا برضو ان انت بعد ما تجيب الكلب ده تبتدي ان انت تبقى عارف بتاسسه ازاي من وجبات وتربيه واسس، وان انت ما تطلعوش على حاجات غلط عشان ما يحصلش زي الكلب بتاع الجيران اللي بيهوى ليل نهار، او ان انت تبقى معدي وتلاقي كلب كان هيبشك من رجلك وصاحبه يقول لك معلش اصل انا ما كنتش عارف اتحكم فيه. فمهم جدا تبقى عارف بتعمل ده ازاي وبتختاره ازاي، ولازم تكون في الاول دارس الموضوع وعارف عنده معلومات كتيره جدا عشان تعرف ازاي هربي كلب وهعوزه فيه. استنونا في الحلقه الجايه هنتكلم عن ازاي تختار الشخصيه المناسبه عشان تعرف تربي الكلب صح. كان معاكم زياد رحال من برنامج دوج بلوج.